النفسية. نتمنى الناس كلها يعني تتكاتف، كل واحد ينسى مشاكله، كل واحد ينسى حكاياته من أجل نادي الزمالك أن يعود مرة أخرى. ده النادي الكبير اللي على كل الأمنيات لنادي الزمالك أن يعود مرة أخرى، وتدارك الأخطاء، وأن يعود أرض نادي الزمالك بحيث يعني تعود الفرحة مرة أخرى والبسمة إلى نادي الزمالك. هي المشكلة كلها في أرض نادي الزمالك، وحكايات كتيرة لا كل يعني مش عايزين نتكلم فيها كتير لغاية القضاء ما يقول كلمته. ونتمنى نادي الزمالك مراعاة ظروفه من أجل جماهيره التي تسعى إلى السعادة مع هذا النادي الكبير. وأيضا الشباب الذين قدموا نادي الزمالك نتمنى دعم اللعيبة دولت يبقوا ثمرة للفريق الأول. نتمنى يعني اللاعبين الجيدين أن يعني الاهتمام بهم جيدا من أجل تدعيم الفريق الأول في ظل هذه الأزمة. هو القيد الذي يعني قضايا وقف القيد لنادي الزمالك، لأن هم دولت هم يعني سندوا دعم لنادي الزمالك. مش عايزين نتكلم كتير على نادي الزمالك لأن ظروفه صعبة. نتمنى التوفيق وأن يرجع تاني لمكانه الطبيعي. دي كان كلمتين وحوار سريع معاكم في خلال هذا الأسبوع، والنتائج كلها يعني حاليا الناشئين يعني محتاجين الاهتمام أكتر وأكتر، ودي كلمة للمسؤولين في كل الأندية من أجلهم دول ذريعة وسند لكل الفرق والمنتخبات القومية. تحياتي ليكم، أشكركم، كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ولقاء متجدد. وتحياتي ليكم عادل حسن مقدم هذا الحوار وهذا البرنامج. نتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم بينا، والكل الجديد معكم في قناة رياضية من الآخر. نتمنى الاشتراك في القناة واللايك وبعض التعليقات الجيدة التي تدعمنا خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة بإذن الله. تحياتي لكم وأشكركم، وأتمنى لكم وقت